إذا بدنا وحدة وطنية لازم تنبنى على المساواة مو على الإقصاء. دور الأقليات بسوريا الجديدة: حقوق، مخاوف، ومستقبل. من بعد التغييرات اللي صارت بسوريا طرح سؤال مهم جدا: الأقليات وين دورها بسوريا الجديدة؟ الأكراد، المسيحيين، الدروز، العلويين، وين مكانهم بسوريا الجديدة؟ كل طائفة أو مكون عنده مخاوف وكمان عنده مطالب، واليوم رح نحكي عن هالموضوع بصدق بدون لف وبدون دورة. بالبداية، مين هالأقليات؟ الأكراد حوالي 10% من السكان وعندهم مشروع إدارة ذاتية. الدروز مركزهم الأساسي بالسويدة، عم يطالبوا بضمان حقوقهم وحمايتهم. أما المسيحيين فهنن أقلية تاريخية خايفين من الانقراض بسوريا أو الإقصاء. وبالأخير عنا العلويين اللي هنن خايفين من إقصاء سياسي أو سياسة انتقام من الأخير. طيب هي الأقليات شو مطالبهم؟ دستور جديد بيضمن هالمساواة، بيضمن أنه نحافظ على لغة ودين هي الطوائف أو هي الأقليات، وكمان لا مركزية أو حكم موسع أكثر شوي، والأهم وقف التمييز على أساس الطائفة أو عرق معين. طيب شو ممكن تكون مخاوفهم؟ هل ممكن يضل في تهميش سياسي؟ في خوف حقيقي من عنف طائفي إذا ما صار عدالة انتقالية؟ الأقليات بشكل عام ما بدها تتحول لورقة يتم فيها الضغط على الحكومة من قبل القوى الإقليمية والدولية. طيب الإعلام تبعنا ودوره وين هو موجود من كل هالقضايا؟ هلا للأمانة بعض وسائل الإعلام بتعطي صورة حقيقية عن قضايا الأقليات، وفي عنا جهات تانية عم تستخدم هالموضوع كفزاعة لتخويف الناس، بس فعليا المطلوب هو تغطية عادلة وشفافة بعيدا عن التسييس. يا جماعة سوريا الجديدة ما رح تنجح إذا في سياسة تهميش أو إقصاء. الكل لازم يحس إنه إله صوت وضمانة وحق، سواء كان من أكثريات ولا أقليات. أنتو برأيكم شو أنسب حل؟ دستور جديد يعطي الكل حقوق متساوية، ولا لازم يكون في حكم سياسي أوسع للأقليات، يعني لا مركزية؟ اكتبوا لنا بالكومنتات شو هو الحل الأنسب، ونحن بالحلقات الجاية رح نعرض آرائكم بكل شفافية.